صاحبة مؤامرة الحريم، مش حريم السلطان. نرجع بقى شوية لورا لأيام الفراعنة. المؤامرات كانت غير في حكاية تي، مش الملكة تي. الملكة تي كانت ست عظيمة جدا. تي كانت مرات رمسيس الثالث، بس مراته الثانوية مش الأساسية. تي كانت ست طماعة وعندها حلم واضح إن ابنها بنتاور هو اللي يبقى الملك بعد رمسيس الثالث. لكن رمسيس الثالث كان عنده ولاد تانيين من مراته الأساسية. رمسيس الثالث كان من أقوى وأعظم الملوك في تاريخ مصر، لكن ما كانش واخد باله من الخطر اللي مش من بره القصر، من جوه. ده الخطر كان نايم جنبه كل ليلة. دي قررت ان ابنها هو اللي يحكم وانها تموت رمسيس الثالث. بدأت تظبط خيوط المؤامرة، جابت حواليها مجموعة من اقرب الناس في القصر: الكاهن المسؤول عن التعويذة السحرية، الموظف اللي كان مسؤول عن الرسائل والتنقلات، الحارس اللي ماسك البوابات بتاعة القصر، ومجموعة من حريم القصر، ستات اللي كانوا بيخدموا في جناح الملك رمسيس الثالث. تخيلوا ان المؤامرة دي استخدمت فيها تعاويذ سحرية فرعونية، مش هزار. كانوا بيكتبوا طلاسم على ورق بردي ويقروها بالليل قدام التماثيل. وفي وصف البردية بيقول انهم سحروا ودان الملك رمسيس الثالث عشان ما يسمعش التحذير. الخطة كانت مكونة من 3 مراحل: شلل نفسي للملك يخلوا رمسيس الثالث مش منتبه، بيتهيأ له حاجات من كتر السحر. تاني خطوة اغتيال الملك، وضبوا احتفال كبير غالبا كان عيد من اعياد الالهه، والملك بيكون فيه من غير حراسه تقيله. في اللحظه دي يدخل واحد من المتآمرين الحارس وينفذ القتل. وثالث خطوة في المؤامرة إعلان ابنها يبقى ملك، وبمساعدة الكهنة يخرجوا للشعب ويقولوا الإله اختار ابن تي عشان هو نجا من لعنة الشر. الخطة كانت عبقرية، ولو نجحت كانت مصر كلها هتسلم ليهم. واللي حصل إن الملك اتقتل فعلا. في سنة 2012 فريق بحثي بقيادة الدكتور زاهي حواس عمل إشاعة مقطعية على موميا رمسيس الثالث، ولقوا إن في جرح عميق في الرقبة وواصل للفقرات. لكن اللي حصل بقى المؤامرة اتكشف. في موظف في القصر خانهم وبلغ عن اللي حصل، واتعملت محاكمة عسكرية خاصة أطلقوا عليها في البردية محاكمة خونة القصر. عدد المتهمين كان 30 شخص، منهم الكهنة والحراس وكتاب الرسائل ومجموعة من حريم الملك نفسه. بس أكتر اسم صادم وسطهم كان بنتاور ابن الملك رمسيس الثالث، كان مشارك معاهم في المؤامرة، وتم إصدار الحكم عليه بالانتحار. شنق نفسه. الموميا بتاعته موجودة لحد دلوقتي، اسمها المومياء الصارخة، والموميا وشها مفتوح كأنها بتموت وهي بتصرخ. اما تي بقى اختفت، ولا لقوا جثتها ولا حاجة اتذكرت عنها بعد المحاكمة. ودي كانت حكاية تي. تي كانت ممكن تبقى أم الملك. مشكلتها ما كانتش في حب العرش، مشكلتها إنها صدقت إن العرش يستاهل تبيع نفسها وابنها والملك عشان. بس التاريخ ما حبهاش وما اتحفر لهاش تمثال، ولا ساب لها صورة، ولا اتحفرت على الجدران، وسابها بلقب واحد بس: ست اللي قتلت الملك وخسرت كل حاجة. ما تنسيش تتابعيني في بطلة الحكاية عشان كل واحدة عندها حكايات تستاهل تتحكي.